تحاول يعني زي ما بنقول كده تحاول تسيسهم او تحاول تصاحبهم، تحاول تضحك عليهم، بس طبعا مش تضحك عليهم كده، لا تضحك عليهم يعني حاضر ان شاء الله كده، وتسمع كلامهم برضو بس في اللي انت مقتنع بيه، واعرف تماما ان هم اللهم صل على سيدنا محمد يهمهم مصلحتك، ولكن في بعض الناس بيخونهم التعبير ومش بيقدروا يوصلوا لأبنائهم الطريقة الصحيحة. علشان كده احنا عايزين في ال7 مرات دول او ال7 ايام بإذن الله اللي هو هنسميه اسبوع تغيير في حياتنا شامل او اسبوع في الجنة بإذن الله، لاننا هنتحلى بصفات من اهل الجنة بإذن الله، اللي احنا ندخل سرور على اهل بيتنا 2 أو 3 مرات بإذن الله. رابع حاجة بقى ودي مهمة قوي اللي هي علاقتنا بأصحابنا. كتير قوي عارف او بعض الناس بتقول بص بقى انا كويس مع اصحابي وبعمل لهم يعني اللي محدش يعمله، وجدع جدا معاهم وبثق فيهم وبقول لهم، بس مش بلاقي كده. اولا هسألك سؤال بسيط جدا، وده انا بدي السؤال ده لأي حد دلوقتي يا جماعة بيسمعنا، اللي احنا لازم نسأل بعض السؤال ده. انت بتعمل علاقتك مع اصحابك دي ليه؟ علشان يفخروا فيك ويقولوا لا ده احمد طيب وكويس وجدع وصاحب صاحبه كده، ولا عشان ربنا يحمدك اهل الارض واهل السماء؟ بص للنقطة التانية، بص للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيعامل الصحابة ما كانش بيبص اللي هو ينتظر من حد الثناء، لا بالعكس كان بيحبهم هم، بيحب عمل معروف. احنا كمان في الاسبوع ده مطالبين اللي احنا اي حد نكون متخاصمين معاه، اي حد في مشاكل بيننا وبينه، نحاول على قدر الامكان اللي احنا نكون بشاشين في وشه، نسامحه، ننسى اي اساءة هو قدمها لنا، حتى لو الحد ده ما تمرش فيه اي حاجة، حتى لو الحد ده عمل فينا عمايل ما تعملش وما ينفعش لنا سامحه. انت بتعمل المعروف ده علشان ربنا مش عشان حد تاني، انت بتعمل الحاجة دي علشان يحمدك اهل السماء، ما تبصش لاهل الارض كلها فانية، مين قاعد عليها؟ محدش. لو انا سألتك سؤال بسيط جدا، انت ضامن اللي انت هتعيش الثانية الجاية؟ بيد الله. انت ضامن اللي انت تموت الثانية الجاية؟ بيد الله. يبقى انت مش عارف اي حاجة في الدنيا دي. عيش يا جماعة في الدنيا دي كأنك عابر سبيل، عيش في الدنيا دي كأنك زي ما الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل بشجرة لما أخذ ظلها وارتاح مضى. بالظبط أنا علاقتي بالدنيا كده لا تتعدى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة أو علاقة الرجل ده بالشجرة. احنا نعيش حياتنا في الأسبوع ده كده، نتفق على كده. خلينا نتكلم اكتر عن النقطة دي بتاعت الصحاب، ولكن بعد الانشودة الدينية دي. خليكم معانا بقى، راجعين لكم على طول. لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال الصحب والآل والصحب والآل والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل. حبيب الأحباب حبيب الأحباب حبيب الأحباب حبيب الأحباب المصطفى زين الملا. حبيب الأحباب أواب تواب أواب تواب أواب تواب أواب تواب بنواره الليل انجلى أواب تواب. لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال الصحب والآل والصحب والآل والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل. أوه ذكر أوه ذكر أوه ذكر أوه ذكر صابر على كل ابتلاء. أوه ذكر الله قوام الأسحاب قوام
لما دعيت له استجاب، ولما احتجت إليه نجاك، ولما وقفت على بابه كان معاك، لأنه بيحبك وهبك حياتك ودينك وصحتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم امين يا رب العالمين. جميلة قوي الصيغة اللي احنا قلناها من شوية عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا اللي احنا قلنا اهم حاجة ورابع حاجة لعلاقتنا مع اصحابنا. قلنا احنا بنعمل الخير لربنا، بنعمل الخير علشان يحمدنا اهل السماء. احنا بنبص لبعيد، ما بنبصش تحت رجلينا. احنا مش عايزين حاجة من احمد ولا محمد ولا علي ولا مصطفى ولا هايدي ولا بسمة ولا نسمة ولا نفيسة. مش عايزين حد من اي حد، احنا عايزين حاجة من ربنا. يعني مش عايزين حاجة من اي حد، احنا عايزين علاقتنا تكون بربنا جميلة. وكفاية قوي اللي ربنا يدخل في قلبنا السرور، كفاية قوي اللي احنا كل ما تيجي سيرتنا قدام الناس تبصنا كده بفرحة وابتسامة. كل ما يجي حتى اسمنا ناس فرحانة لذكر اسمنا، حتى مع ان احنا ما عملناش معاهم حاجة. وفي ناس تكون كتير احنا ما تعملناش معاهم كده، بس سبحان الله بيحبونا ومبسوطين قوي مننا ومبسوطين بذكرنا، ويقول لك كلمة ليه يا سلام البني ادم ده مستقيم. طب انت تعرفه؟ كفاية قوي سيرته وسط الناس دي، كفاية. دي النقطة اللي احنا بنبص عليها يا جماعة. علشان كده انا بكلم اي حد واي بنت بتسمعنا دلوقتي، خلي علاقتك باصحابك علاقة حميدة جدا. اعملي تماما اللي انت بتعمليه ده لربنا. طيب انت بتقولي كلام دلوقتي وانا حاسه انت من جواكي مش مقتنعه بيه. انا مش هقول لكم اللي انا ما مرتش بالمراحل دي، مش هقول لكم اللي انا كل اصحابي جدعين وواقفين معايا 100% وكده. بالعكس، الواحد في حياته يعني نقاط ضعف كتيره جدا، واحيانا بيمر عليه لحظات مش بيلاقي صديق واقف جنبه بمعنى كلمه صديق. بس برجع واقول لا، انا منتظره النبي، انا ببص فوق عند ربنا، انا مستنيه السيده خديجه وتحضني وتبوسني وتقولي يا انا مستنياكي، انتي اللي طبقتي سنه حبيبي زوجي النبي. انا مستنيه اسلم على النبي، اقول له شفتي يا نبي، انا كنت بتقي ربنا في اصحابي، كنت بعملهم حلو علشان انت وصيتنا بده. انا كنت بجاهد نفسي وبعمل الحسنى ومحدش فيهم كان بيعمل الحسنى معايا، ومع ذلك انا كنت بجاهد نفسي وبجتهد علشان مستنيه لقائك انت. انا ما كانش الدنيا دي شغلاني، انا كان هدفي الاخره. كنت ببص دايما عليك، كنت ببص دايما انت نبي، انت حبيبي، وانا اتحرمت من رؤيتك في الدنيا، مش عايزه اتحرم كمان من رؤيتك في الاخره. يمكن يكون اصحابي دول اللي انا كنت شايفاهم اللي هم وحشين وبتوع مصلحتهم، ويا عم افتكرنا حاجه عدله، صحاب ايه وبتاع، هو في حاجه اسمها صحاب دلوقتي؟ لا، نرد على كل الناس دي ونقول لا، في صاحب بجد كمان. لو اي حد من اللي بيسمعنا دلوقتي قاعد يقول ما فيش صحاب وما فيش صحاب، فعلا الناس الحلوه هتتنسي، الناس الحلوه مش هتبقى موجوده. احنا هدفنا من البرنامج ده اللي احنا نعلى بكل الناس علشان نكون فعلا زي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فينا صفات حلوه كتير، يكون فينا صفه الاخلاص، صفه اللي احنا خيرنا على غيرنا. خلي خيرك دايما على غيرك، ابدا خير عليك، انت خيرك دايما على غيرك. وان شاء الله في خلال الحلقات الجاية من السنة الجديدة هنتناول شخصيات جميلة جدا، هنعرف منها ازاي نحقق الصفة دي، ازاي فعلا نكون قيومين على الناس، قيومين يعني قائمين على خدمة الناس دي ازاي.